ورجعنا لكم وضيوف حلقتنا النهارده وصاحب اللقب العريق رئيس جمهورية جامعة قناة السويس. بصراحة هو ده اللقب اللي يليق بيه بعد ما سمعنا من أكتر من شخص صاحب مكانة علمية وأدبية، وده اللي هنشوفه مع ضيوف حلقتنا النهارده الدكتورة حنان عبده، دكتورة العلوم السياسية ورئيسة قسم إدارة التطوير والجودة ورئيسة النقابة المستقلة للعاملين بجامعة قناة السويس. أهلا بيكي دكتورة حنان. اهلا بيك يا فندم. والدكتور أشرف فتحي عميد كلية التربية بجامعة قناة السويس. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتورة حنان، إيه مشكلة حضرتك مع رئيس جامعة قناة السويس؟ أنا عندي مشكلة عامة ومشكلة خاصة. اتفضل. نبدأ بالمشكلة العامة لأن هي لو نجحت هيبقى أنا نجحت. اتفضل. أهمها مستشفى. إحنا كنا لمينا تبرعات من الأهالي وخدنا الأرض حق انتفاع، وبعد ما لمينا التبرعات 50 مليون بتاعت الناس على أساس نفتح مستشفى طوارئ لخدمة القناة وسينا، مدن القناة وسينا، فوجئنا بقدرة قادر إن المستشفى اتحط عليها يافطة إنها مستشفى تخصصي. اللي يدخل لازم يدفع 5000 جنيه. يعني من مستشفى طوارئ عام لمستشفى خاص استثماري. مين اللي قام يعني غير؟ دكتور محمدين مع دكتور غراب، بس حاليا دكتور غراب هو اللي مسيطر على كل حاجة. الدكتور غراب رئيس جامعة قناة السويس. تمام. وحضرتك طالبة ايه بخصوص المستشفى؟ عايزة المستشفى ترجع لاصحابها. هي الفلوس اللي اتلمت هي دي اتعملت بتبرعات؟ بتبرعات اهل اسماعيليه ورجال اعمال شرفاء في الاسماعيليه 50 مليون جنيه. طب في ورق عند حضرتك بيثبت الورق كله؟ كلامك؟ موجود منه نسخه في محافظه الاسماعيليه عند السيد المحافظ، وفي نسخه تانية موجوده في جامعه قناه السويس في لدى الشؤون القانونيه. تمام. ولا يوجد اي مستند يقول ان هي مستشفى خاص او استثماري. تمام. كل الاجراءات تمت على انها مستشفى طوارئ لخدمه ابناء مدن القناه وسينا. يعني سيادته خصصها بقت مستشفى خاصه ومفيش مستشفى عام بيخدم اهل البلد؟ لا، ما عندناش مستشفى في اسماعيليه. تمام. طيب حضرتك المستشفى تخضع لمين من الاجهزه الرقابيه؟ وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي. وزاره الصحه وزاره التعليم العالي. التعليم العالي.